نيجي بقى للمادة الثالثة من القانون واللي بتتكلم عن لجان الحصر والتقسيم للمناطق السكنية. خلينا أقرأ مع حضراتكم نص المادة بتقول: المحافظ يشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ده رقم 1، متوسطة رقم 2، اقتصادية رقم 3. طيب الحصر واللجان دي هتقسم المناطق بناء على ايه؟ معايير هم شايفينها زي الموقع، جودة البناء، المرافق، شبكة الطرق، القيمة الإيجارية حسب قانون الضريبة العقارية. دي معايير هم هيقيسوا عليها. اللجان دي هتعمل الجدول ده في 3 شهور من وقت تطبيق القانون، وممكن كمان ال3 شهور يمتدوا ل6 شهور. يعني انت معاك 6 شهور من دلوقتي علشان تعرف هل تم تقسيم المنطقة اللي انت فيها والشقة اللي انت فيها كمستأجر منطقة متميزة ولا متوسطة ولا اقتصادية. طيب ده هيفرق في ايه؟ ده هيفرق في الأجرة اللي حضرتك هتدفعها. قبل ما أوضح يعني ايه، مهم ان احنا نفهم ان المادة دي بتخاطب الشقق السكنية فقط. يعني أي شقة بنظام الإيجار القديم بتخضع لهذا التقسيم اللي أنا هشرحه دلوقتي، ولكن أي شقة غير سكنية أو أي محل تجاري بيخضعوا لقانون الإيجار القديم ملهمش علاقة بلجان الحصر والتقسيم. لجان الحصر والتقسيم هتكون للمناطق السكنية فقط، للشقق السكنية فقط. وزي ما المادة بتقول إن المحافظ هيكون مسؤول إن كل محافظة تشكل لجان حصر وتقسيم للمناطق السكنية. اللجان دي هتقسم المناطق ل3 فئات: مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية. التقسيم ده بيتحدد بناء على معايير واضحة زي مثلا الموقع بتاع المنطقة، جودة المباني، المرافق والخدمات اللي موجودة، وشبكة الطرق. طيب حد يجي يسأل أنا هستفاد إيه من لجان الحصر والتقسيم إنها تيجي تقسم الشقة بتاعتي تقولي هي متوسطة ولا متميزة ولا اقتصادية؟ حضرتك كمستأجر أكيد سألت أو جه على بالك أنا هدفع إيجار قد إيه لو في زيادة بعد القانون الجديد. الزيادة دي هتكون بناء على التقسيم اللي هيحصل لشقة حضرتك. فخليني أوضحها كده بشكل عملي. القانون بيقول لحضرتك لو تم تصنيفك إن أنت تبع المناطق المتميزة هتدفع 20 ضعف الأجرة اللي كنت بتدفعها. يعني لو بتدفع 10 جنيه اضرب 10 في 20 يطلع لك 200 جنيه. طيب هدفع كده 200 جنيه يعني؟ لا، انت هتدفع 1000 جنيه لو تم تصنيفك كمنطقة متميزة. ليه؟ لأن القانون قال إن المناطق المتميزة هيدفعوا 20 ضعف الأجرة، ولكن بواقع حد أدنى 1000 جنيه. فلو أنت الإيجار بتاعك اتضرب في 20 ضعف وطلع أقل من 1000 جنيه هنطلعه لحد 1000 جنيه. طيب لو أنا مثلا تم تصنيفي كمنطقة متميزة والإيجار اللي أنا كنت بدفعه ضربته في 20 ضعف وطلع لي مثلا رقم 3000 جنيه، هدفع 1000 جنيه ولا هدفع 3000 جنيه؟ هتدفع 3000 جنيه. القانون بيقول لحضرتك إنك هتدفع الإيجار بتاعك مضروب في 20 ضعف، ولكن لو طلع أقل من 1000 جنيه هنطلع المبلغ اللي طلع ده لحد 1000 جنيه. نيجي للفئة التانية وهي الفئة المتوسطة. لو تم تقسيم منطقة حضرتك إنها منطقة متوسطة هتدفع 10 أضعاف الأجرة اللي كنت بتدفعها بواقع حد أدنى 400 جنيه. نفس الفكرة، لو ضربت الأجرة بتاعتك في 10 أضعافها وطلع مبلغ أقل من 400 جنيه هتدفع 400 جنيه إيجار في خلال ال7 سنين الجايين. نيجي للفئة الثالثة وهي الفئة الاقتصادية. هتدفع 10 أضعاف الأجرة بتاعت حضرتك بواقع حد أدنى 250 جنيه. المبلغ بتاعك طلع أقل من 250 جنيه هتدفع 250 جنيه كل شهر.
لحد ما لجان الحصر تخلص شغلها وتعلن التصنيف. هل انت منطقة متميزة متوسطة اقتصادية؟ كل المستأجرين اللي مأجرين شقق سكنية بنظام قانون الإيجار القديم شهر 9 اللي جاي تدفع 250 جنيه. طيب مستأجر يقول لي أنا بدفع 10 جنيه بقالي سنين، هتدفع من أول الشهر اللي جاي 250 جنيه. طيب مستأجر تاني يقول أنا بدفع أصلا 400 جنيه إيجار، أو أنا بدفع 500 جنيه إيجار أو أكتر، تدفع من أول الشهر اللي جاي 250 جنيه إيجار. ده لحد إمتى؟ ده لحد ما لجان الحصر تخلص شغلها وتعلن التصنيف. كل المستأجرين يدفعوا 250 جنيه، وده بشكل مؤقت.